اخر واحد معانا هو ارثر ميتشل المشهور بترينيتي كيلر من مسلسل ديكستر. ربنا ينتقم منك يا شيخ. ارثر عنده وجهين، قدام الناس راجل محترم ومتدين وعنده اسرة، وفي الخفاء قاتل متسلسل خطير لقبه ترينيتي، لانه بيقتل 3 ضحايا في كل مرة باساليب مختلفة لكنها مرتبطة ببعض. السر ورا الثلاثية الدموية دي هي طفولته المأساوية. أرثر وهو طفل حصلت له 3 فواجع ورا بعض. أخته الصغيرة ماتت قدامه في حادث في الحمام، بعدها أمه انتحرت قفزا من بناية، وأبوه أصبح عنيف جدا معاه فاضطر أرثر يقتله وهو لسه طفل. تخيل كمية الصدمات دي. لما كبر بدأ يكرر نفس المشاهد مع ضحاياه، واحدة تموت في بانيو زي أخته، واحدة تقع من مبنى عالي زي أمه، وراجل يقتله بمطرقة زي أبوه. وبفضل حياته المزدوجة قدر يتهرب من الشرطة لسنين. طبعا أرثر ما اتولدش شرير بالطريقة دي، هو نتاج مباشر لصدمات رهيبة كسرت عقله وهو لسه صغير. بدل ما يتعالج اختار يفرغ ألمه في الآخرين بنفس الأساليب اللي فقد بيها عيلته. سفاح خطير جدا عايش بوجهين، لكن لما تعرف قصته تقدر تفهم ايه اللي حوله لكده.